كيكة من السيالات ولا مو كيكة من السيالات؟ شوفوا بسم الله ما شاء الله عليك. بقي طنجرة صغيرة عندنا بدنا نحط كاستين من السكر وكاسة مي وبدنا نحطها على الغاز. بعد ما غلي القطر نزلت عليه شريحة من الليمون وعصرة ليمون، ملعقة كبيرة من السمنة. بقي جات عندي بدي انخل 1 كيلوغرام من الطحين، نص ملعقة صغيرة من الملح، ولترين الا ربع من المي. جانس الطحين مع المي مع بعض، حطيت فوق الملعقتين من الزيت النباتي. هون عندك خيارين، يا اما بتصفيهم بنصف ناعم لحتى ما يضل تكتلات ابدا وبياخذ النعوم اللي نحن بدنا اياها، يا اما عندك مكسر او خلاط تخلطهم فيه. هيك شوفوا القوام اللي بده يطلع معنا. لازم بس تعملون هيك خيط ما ينقطع يضل متواصل. بدنا نتركها لترتاح ربع ساعة ونرجع نخبزها. وبعد ربع ساعة بتكون ارتاحت العجينة معنا. هيك لازم يكون قوامها. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليك، ولكم أحلى المنظر. وهلا بنحتاج مقلاية كريم. شايفين ما شاء الله كيف العجين؟ بس المنظر، شوف اللون ما شاء الله. هلا بعد ما تجهز معنا فورا بنشيلها ونحطها بأي صينية تانية. نشيلها، أنا حطيتها بصينية فرن هون، وفورا بدي انزل عليها بملعقة من القطر. بعضا من مهاراتي. وفوقها شايفين الفن؟ كيكة من السيالات ولا مو كيكة من السيالات؟